يوم جديد وأفكار جديدة. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. أسفة جدا جدا اتأخرت عليكم يومين، حقكم عليا، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى جاية لكم بوصفة هتعجبكم قوي. للناس اللي بتحب الحلويات وما بتحبش وقفة المطبخ، الوصفة دي ليكي. اعملي لي اشتراك لو مش مشتركة في القناة عشان يوصلك إشعار أول بأول إن أنا نزلت فيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة مع بعض. اول حاجه معايا هنا لفه من الجلاش، سبتها فكت كويس من التبريد بتاعها، وهبتدي اخدها كده رول واقطعها بالسكينه بالشكل ده. بعد ما اقطعها بالشكل ده انا مجهزه شربات على جنب، اللي هو بيتعمل ازاي: كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه وعصر من الليمونه ومعلقه من عسل الجلوكوز، بحطهم على النار يغلوا حوالي 10 دقايق ل 15 دقيقه وبسيبهم يبردوا على جنب. هكون بقى هنا انا بعمل الجلاش بالشكل ده. هو كده اخداه بشكل طويل كده، وابتدي اتنيه علشان يبقى ايه، زي السمبوسه كده. وهرصه في صينيه بايركس او صينيه الومنيوم او تيفال او اي صينيه بالشكل ده. شايفه بقطعه كده، بس بتنيه بالشكل اللي انت موضح قدامك في الفيديو، وبعدين بتنيه وبحطه في الصينيه على طول كده بالشكل ده. هخلص كل الكمية، وبعد كده معايا كوباية من الزبدة او السمنة متسيحة. شايفة عدد الاوراق بتبقى كتير، يعني اللي هو ايه بالشكل ده. هنا بقى سيحت كوباية الزبدة اللي قلتلك عليها، وهبتدي اسقيه بيها كده. لو لسه طبعا بتورقي الجلاش ورقة بورقة علشان يكون مورق منك، خلاص انسى الطريقة دي وجربي دي هتعجبك جدا. لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك حلو تشجيع منك ليا للاستمرار. هدخلها بقى فرن متسخن جدا، تاخد لون من تحت ومن فوق، وهتطلع اسقيها بالشربات واحشيها بالكنافه. الكنافه كانت جاهزه عندي، لو مش عايزه تحشيها تقدري تديها رشه كده من المكسرات او جوز الهند، او تستكفي ان هي تكون فاضيه. يلا اشوفك على خير، باي باي.